Police Department. Yes? Hello? Ma'am, who am I speaking with? My name is April. April Foster. Please, sir. Please help me. What is happening, ma'am? Last night they came back. Ma'am, I'm going to need you to... Last night they came back. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنعرفوا فيه كيفاش واحد القريه غيكونوا عايشين عادي ما بهم ما عليهم، حتى ما غادي يبقى الاثر لتا شي واحد فيهم، لا ديورهم ولا هما ولا حتى شي حاجه منهم. غتختفي القريه بالسكان ديالها وبكل شيء. صراحه هاد القصه واعره ومليئه بالظواهر الغريبه وشي حاجات وقعوا فيها واتصالات اللي ما كيتفسروش. داكشي علاش خصكم تكملوا هاد القصه تالي وتعرفوا شنو السر ديال قريه اشلي. ما تمشيو فين لحقاش القصه ديالنا اليوم غريبه وكلها غموض. القصه ديالنا غتبدا بولايه كنساس، واحد القريه حداها اولا كما كنقولوا حنايا واحد الدوار سميتو اشلي. كانوا كيسكنوا فيه حوالي 679 واحد. ونهار 17 شهر 8 1952 جا واحد الزلزال اللي كبير بزاف وبالدرجه ديال 7.9 على سلم ريشتر، واللي كان واحد الزلزال اللي قوي بزاف. المهم شافوا البؤره فين كاينه ولقاوها كاينه في قريه اشلي. داكشي علاش توجهوا لديك البلاصه باش يشوفوا الا دوك الناس محتاجين مساعده اولا شي حاجه بحال هكذا. داروا الواجب ومشاو لديك البلاصه، ولكن كانت الصدمه هما انهم ما لقاو حتى شي واحد تما اولا شي حاجه اللي كتدل على حياه. يعني لقاو غير الخلاو، ولكن تما راه كانت قريه وكانوا عايشين فيها الناس. واللي لقاوه هو واحد الحفره كبيره وشاله فيها العافيه، بحال اللي تقول ديك الحفره بتلعت ديك القريه كلها وتخشت تما. واللي كان الطول ديالها كيبلغ كيلومتر والعرض ديالها 500 متر، اما العمق ديالها فما قدوش يحددوه. النهار كله هما كيقلبوا وما لقاو حتى شي حاجه، لا اثار ديال السكان ولا ديال البنايات ولا حتى شي حاجه واحده اخرى. بقاو كيقلبوا حوالي شي 12 يوم، وفي 29 شهر 8 1952 قرروا البوليس باش يحبسوا التقلاب ويديروا ديك العدد ديال السكان اللي هو 679 بانهم كلهم ميتين. ولا غد ليه في 30 شهر 8 1952 غادي يوقع زلزال واحد اخر، واللي كان بالدرجه ديال 7.2، يعني كان قل من داك الاخر اللي وقع. ومن ولاو قلبوا عاوتاني على البؤره فين كاين الزلزال، لقاوه نيت في ديك البلاصه اللي وقع فيها في الاول واللي هي القريه ديال اشلي. ومن مشاو لديك البلاصه ما لقاو حتى شي حاجه، حتى ديك الحفره اللي لقاوها في الاول ما ولاوش لقاوها دابا، يعني لقاو غير الخلاو وما كاين حتى شي حاجه واحده اخرى. جاتهم هاد الظاهره غريبه وما يمكنش الزلزال يدير بحال هكذا، يبين حفره ويولي يخفيها في مره واحده. والمهم القصه كانت شهرت بزاف، داكشي علاش قرروا باش انهم يرجعوا لي زابيل ويشوفوا واش كانت شي حاجه قبل ما يوقع هذا الزلزال او لا اولا واش وصلوا شي اتصالات من ديك القريه. وداكشي اللي لقاوه غادي يصدمهم وبواحد الدرجه كبيره، وحتى نتوما خوتي وجدوا راسكم للصدمه. المهم هاد الاتصالات اللي غيوصلوهم واحد القريه اللي حدا اشلي واللي سميتها هايز. عقلوا على هاد السميه مزيان لحقاش غادي تنفعنا بزاف. المهم هاد القريه ديال هايز كانت تقريبا بحال شي مدينه صغيره، واشلي بما انهم ما كانش عندهم كوميساريه كانوا كيعيطوا لهاد القريه. داكشي علاش غيلقاو الاف المكالمات اللي واصلين من اشلي للقريه ديال هايز. نهار 8 شهر 8 1952 يعني قبل ما يوقع الزلزال وهذا الشيء كله، يعني كانوا مازالين عايشين. مع 7 و13 دقيقه عيط واحد من ساكنه اشلي سميتو غابرييل جوناثان. قال البوليس بانه كيشوف شي حاجه ماشي هي هذيك في السماء، كيشوف بحال شي حفره وغادا وغير كتكبر بحال باغا تبتلعهم. المهم غير شي دقائق على هذا الاتصال وبقاو كيوصلوهم المئات ديال الاتصالات وكيقولوا لهم نفس الحاجه اللي قال لهم غابرييل. والمهم نتوما عارفين بانه الا كانت شي حفره غادي تبان حتى القريه اللي كانت حداهم، ولكن هايز ما كانوا كيشوفوا حتى شي حاجه، يعني كان كيبان لهم كل شيء عادي وما كاين حتى شي حفره في السماء. ولا غد ليه يعني في 9 شهر 8 1952 مع 57 دقيقه الكوميساريه ديال هايز قررت باش تصيفط شي محقق يشوف شنو وقع تما وهاد المكالمات كاملين اللي كيوصلوا شنو السر ديالهم. المهم داكشي اللي كان، وداك المحقق ركب على الطوموبيله ديالو ومشى بالاتجاه ديال اشلي.
ولكن اللي غيوقع معاه غريب وغريب بزاف، لحقاش كل ما كيقول انا راني وصلت للقريه ديال اشلي كيولي يحس براسو بحال اللي رجع في دوامه ولا خرج في هايز. يعني ما كيفهمش شنو وقع، حتى كيبقى يحس براسو قرب لاشلي شويه كيلقى راسو دخل الهايز. ما بغاتش تفهم ليه هاد القضيه. المهم رجع عندهم الكوميساريه وهما ظنوا بانهم غير تلف او ما حافظش الطريق، ولكن راه ما يمكنش اخوتي، لحقاش هو كان عارف ديك البلاصه وكان حافظها مزيان. المهم قرروا يصيفطوا بعثه باش حتى الا تلف واحد يكونوا بهم العشرات، يعني ما حتى واحد ما غادي يتلف. ولكن وقع معاهم داكشي اللي وقع مع المحقق، يعني حتى كيقربوا يوصلوا لاشلي وكيلقاو راسهم داروا في دوامه ولاو في هاز، لدرجه ما فهموش شنو كيوقع. وفي هذا الوقت اللي كيقلبوا عليهم الناس غير ما كتزيد تصوني وما كتزيد تعيط عليهم وتقول لهم باللي خصهم يعتقوهم في اقرب وقت. والستريس تزاد بزاف على البوليس لحقاش ما عرفوا ما يديروا وما عرفوا شنو يقدوا يديروا في هذه الحاله. المهم وصاوهم باش ما يخرجوش وما يديروش شي حاجه بلا ما يقولوها لهم. ومع 8 و17 دقيقه ديال الليل واحد المراه سميتها إيلين كانتري قالت باللي واحد الجيران ديالها خرجوا ومشاو بغاو يهربوا بحالهم، ولكن من تما ما تشاف الاثار ديالهم. من ركبوا على الطوموبيله ديالهم خرجوا بها وحتى شي واحد ما شافهم. يعني الا بغاو يخرجوا من اشلي ضروري باش يدوزوا من القريه ديال هايز، ولكن حتى شي واحد من القريه ديال هايز ما شاف شي طوموبيل خارجه من اشلي ودايزه من تما. يعني فين مشاو الله اعلم. ومهم من تما ما ولاو رجعوا لديك الدوار اولا ديك القريه. ولا غد ليه في 10 شهر 8 1952 وصلوا بزاف ديال الاتصالات وكيقولوا بان القريه ما بقاتش فيها الشمس. صباح الصباح ولكن الشمس ما طلعاتش، يعني مازال الليل لحد الان. وهنا البوليس غيخدموا الذكاء ديالهم وغيقولوا غنطلعوا هليكوبتر وغنشوفوا هاد القريه شنو واقع فيها وشنو كيوقع تما وعلاش هاد لي زابيل مع عند الناس كاملين. داكشي اللي غادي يوقع وغيطلعوا الهليكوبتر، ولكن الصدمه اللي غادي يلقاو هو ما غيكون حتى شي قريه وما كاين حتى شي حاجه تما، واخا هما عارفين بانه كاين قريه تما. الهليكوبتر غادي تشوف لهم غير الخلا والشجر، ما كاين لا حياه لا بشر لا حتى شي حاجه. اواه هادشي غريب وغريب بزاف. ولا غد ليه في 11 شهر 8 1952 غيبدا الرعب ديال بصح في القريه ديال اشلي، وغيبدا داكشي اللي كيخلع ديال بصح. المهم الخوت غيوصل واحد الاتصال من عند واحد السيده سميتها فوبي وقالت لهم بان بنتها كدوي مع باها واللي في الاصل ميت وشحال هادي، وبنتها كتقول لها خليني نخرج راه باغيني. شكون اللي بغاها الله اعلم. وداك النهار وصل اكثر من 300 ابيل وكلهم كيقولوا نفس الحاجه، هو انهم الدراري ديالهم كيشوفوا شي ناس ما كاينينش وشي ناس ماتوا شحال هادي، بحال لا تقول وقعت لهم شي هلوسه جماعيه للدراري الصغار، او لا يقدر يكون هذا الشيء اللي كيشوفوه بصح. المهم مع 12 ديال الليل دوك الدراري كاملين ما غيبقى فيهم حتى شي واحد، غيختفيو بحال اللي ما غيبقاش ليهم الاثار كاملين. والبوليس غيحاولوا يهدنوهم ويقولوا لهم بلا ما تخرجوا تقلبوا عليهم وغيخليكم باش ما تعرضوش حياتكم للخطر حتى يلقاو ليهم شي حل او اللي يشوفوا لهم شنو يديروا. المهم وصل لغد ليه في 13 شهر 8 1952 وصل واحد الاتصال من عند سكوتلاند كيقول باللي ديك الحفره اللي كانت في السماء ولات فيها العافيه وغادا كتكبر وكتقرب منهم بواحد الشكل اللي مخيف واللي مرعب ديال بصح، وباللي هما كانوا مرعوبين وخايفين ديال بصح. وغير قولوا لي يا خوتي باش غتحسوا الا كنتو في بلاصتهم. قال لهم باللي ديك العافيه غادا وكتقرب ليهم، ولكن المشكل في هذا الشيء هو ان ديك القريه ديال هايز اللي حداهم ما كتبان ليها حتى شي حاجه وما كتشوف حتى حاجه. يعني الا كانت شي حاجه في السماء راه غادي تبان ليهم، ولكن هما ما كانت كتبان ليهم حتى شي حاجه، لا دخان ولا عافيه ولا شمس ولا حتى شي حريق، بحال لا كانوا غير كيكذبوا. بقاو الاتصالات كيوصلوا بحال ما هكا حتى غادي توصل 17 شهر 8 1952 مع 12 ديال النهار غيوصل واحد الاتصال من عند بنجامين انديكوت غيقول لهم باللي القريه كامله ولات مضويه، ولكن ماشي بالنور ديال الشمس، بالعافيه اللي كاينه في السماء. وغيقول لهم باللي ديك العافيه ولات مغطيه السماء كامله ديال القريه. وداك النهار نيت بالليل غيوصل اخر اتصال من عند القريه ديال اشلي، وغنخليكم تسمعوا هذا الاتصال بوحدكم وتحكموا. Hello, police department. Yes, hello? Ma'am, who am I speaking with? My name is April. April Foster. Please, sir, please help me. What is happening, ma'am?
Last night they came back. Ma'am, I'm going to need you to... Last night they came back. Ma'am, I'm going to need you to calm down and speak clearly. My son. I saw my son last night. He was walking. He was walking down the street. He was burned. He died last year. Everyone came back. Everyone who died or went missing, they're back. And they're looking for us. Oh my Ma'am. God. Something just came out. Ma'am, stay as quiet as you can. Mommy? Mommy, where are you hiding? I found you, Mommy. Ma'am. Ma'am. وهذا كان اخر اتصال وصل من عند القريه ديال اشلي، واللي جا عندها ولدها كيقلب عليها، والمشكل هو انه كان ميت من شحال هادي، ولا غد ليه نيت هو فين وقع داك الزلزال، والبوليس غيمشيو لديك البلاصه فين كاينه اشلي وما غيلقاو حتى شي حاجه، او لا غيلقاو ديك الحفره. دماغي الصراحه انا حبس، بغيت نعرف غير شكون دوك الناس وعلاش كانوا كيديروا هكاك، وواش داك الشيء بصح كان واقع عليهم او لا. وانا اللي زاد حيرني هو انكو كان الاتصال جا من عند واحد او لا جوج، نقدو نقولوا وقع عليهم شي حاجه او لا مرضين في عقلهم، ولكن راه كانوا المئات ديال الاتصالات، يعني ما يمكنش هاد الناس كلهم يكونوا غالطين او لا يكونوا كيكذبوا. وحتى اصلا كو كانوا كيكذبوا فين هي القريه دابا وفين مشات، فين هما السكان وفين هما الديور ديالهم. المهم خليو لي الاراء ديالكم، وخليو لي شنو كتوقعوا يكون وقع وكيفاش هاد الشيء، وشنو التفسير ديالو وشنو التحليل ديالو. المهم الاراء ديالكم في التعاليق، بغيتكم تقولوا لي شي حاجه على هاد القضيه. والا بغيتوا تقلبوا على هاد القصه فراه كاين بزاف ديال المصادر، لحقاش هاد القصه راه معروفه بزاف. وهنا غنقول لكم باللي الفيديو ديالنا سالا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وإلى عجبكم الفيديو خليو لي لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كاع الجديد، واللي جاي غيكون حسن إن شاء الله.